قولي لي يا لولو، انت زعلانه ليه؟ أنا زعلانة عشان أنا ما عنديش مميزات. بصي يا لولو، انت اكيد عندك مميزات بس انت مش واخده بالك منها. وانا هحكي لك حكايه. كان في سلحفه طيبه، هي بطيئه بس كانت حكيمه. فهي ماشيه في يوم لقت ارنب قاعد تحت الشجره زعلان وحزين. قالت له مالك انت زعلان كده ليه يا ارنوبي؟ قال لها علشان انا بخسر في كل السباقات مع الحيوانات، لان انا مش بعرف اجري بسرعه زيهم. قالت له عايزه اقول لك حاجه، انا وانا صغيره كنت ببقى زعلانه قوي ان انا بمشي ببطء، بس اكتشفت ان انا عندي ميزه حلوه قوي، ان انا بتحمل الصعاب وفي نفس الوقت عندي حكمه. هقول لك على حاجه، عارف النحله شوف هي صغيره قد ايه بس بتعرف تدينا العسل. مش هينفع عندك خالص كمان برضه. السنجاب. السنجاب صغنن خالص بس بيعرف يتسلق الشجر ويطلع لفوق. قالت له انت كمان اكيد عندك ميزه حلوه. قال لها تصدقي ان انا فعلا عندي ميزه، ده انا بعرف اجري وانط، بنط حلو قوي، وفي نفس الوقت عندي ودان كبيره بتخليني اسمع المخاطر اللي هتقرب مني. فعلشان كده انا اكتشفت ان انا عندي الميزتين دول. قالت له شفت، مش انا قلت لك انت اكيد عندك ميزه بس انت ما انتش عارف. بس اللي اهم من ده كله ان الواحد يبقى فرحان وبيشكر ربنا على الميزه اللي عنده، ومش لازم يبص لميزه غيره. انت كمان يا لولي اكيد عندك ميزه. أنا بعرف أعلمها وأتمرن جمباز. بتلعبي جمباز؟ طب ده حاجة حلوة قوي. طب بتعرفي ان مش اي حد يعرف يلعب جمباز؟ انت عشان جسمك صغير بتعرفي تتحركي كويس وبتعملي استعراضات حلوة. عشان كده احنا نشكر ربنا ان هو مديكي الميزة الحلوة دي اللي مش موجودة عند كل الناس، صح؟